لو انت اول مره بتشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتعمل شير عشان دايما تدعموني. يلا نبدأ الحلقة. هنتكلم عن أول حاجة رؤية الجن في المنام. بيقول ابن شاهين في المجمل إن رؤية الجن بتكون على 8 أشكال: رؤية الأعداء وفساد الدين، وشهوات وهوى النفس، واشتغال وإهمال العباد، والطاعة وبعد عن أهل الدين، والصلاح والميل إلى أكل الحرام. واللي بيشوف إن الجن بيوسوسه يعرف إن هو ماشي صح، ودايما بيكون عايز يطلعه عن الطريق السليم، وهو بيكون مجتهد في طاعته مع ربنا ويصفر على عدوه. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من شر الوسواس الخناس. صدق الله العظيم. واللي بيشوف ان الجن بيخطف ثوبه في الحلم، فلو كان عامل بيعزل، ولو كان فلاح فبيصيبه اذى، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ينزع عنهما لباسهما. صدق الله العظيم. وبيقولوا كمان ان لو حد شاف في المنام ان خلفه جن، يبقى معنى ذلك ان في اعداء كتير وراه. بيقول ابن سيرين ان سحرة الجن في المنام بتدل على الغيلان. فلو واحد شاف هو نايم ان الجن واقف قريب من بيته، فان الرؤيه بتاعته بتدل على 3 حاجات: اما على خسران، او على هوان، او عليه ندر لم يوفي. ولو شاف في المنام ان هو بيقرا قران والجن بيسمعوا له، معنى ذلك ان هو هيترقى في مكان احسن. لقوله تعالى: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. صدق الله العظيم. ولو شاف في الحلم ان الجن دخل داره ودخل في البيت وعمل عمل، فمعنى ذلك ان اللصوص هتخش البيت ده تسرقه، او الاعداء هتيجي عنده تسرق البيت وممكن كمان تقتله. وابن سيرين قال ان الاصل في رؤيه الجن هي للاحتيال لامور الدنيا وغرورها، وفسرها النابلسي بالقول: واللي بيشوف ان اللي بيصاحب الجن في المنام بيدل على قربه من اهل الاسفار والمطلعين على الاسرار. وربما دلت رؤية الجن على الأسفار في البر والبحر، والخطف والسرقة، والزنا وشرب الخمر، ومواضع البدع، والكنائس والحانات والغناء والمزمار. وبتدر رؤيتهم على أرباب الشعوذة والخيال، والتفرد بين المسلمين والكافرين، وأمرهم ونهيهم وفعلهم. فمن أمر منهم بمعروف أو نهى عن منكر، أو أخبر بخبر من أخبار المسلمين. ويقول ابن شاهين: والجن في رؤية منزلة اللصوص. اللي بيشوف في المنام إن الجن دخل داره ليحذر اللصوص، والجن يدلون عن الحريق، عشان هم لو كانوا في مكان، عشان هم أساسا خلقوا من نار. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والجان خلقناهم من قبل من نار السموم. صدق الله العظيم. رؤية الملك للجن في المنام. يقول النابلسي: لو الملك شاف في المنام ان هو مسك الجن وحبسه، فانه يسيطر على بلد وبياخد منهم الغاصبين وبيحبسهم. والملك اذا صرع الجن في المنام امن من شرهم، فان صرعوه اصابوه بكيدهم ومسهم، وربما كان من ياكل الربا. والملوك من الجن بيدلوا عن الزعماء المتقدمين من الملوك والولاة، او المشايخ او العلماء، او مؤدبي الصبيان، او ارباب الضمان المطلوبين بمن عندهم من الغرباء. ولو شاف الجن في المنام على النار المحركة، أو من يعمل بالنار في الأواني الزجاجية، أو على زهور الهوام كالثعبان والحية والعقرب، وأي حاجة بتأذي البني آدمين. رؤية الشيطان في المنام. يقول ابن سيرين: فأما الشيطان فهو عدو في الدين والدنيا، مكار خداع، غير مكترث بشيء، وإنما يكون تأويل للسلطان، وربما كان الأهل. ومن كان رأى كائن طائفا من الشيطان مسه، وهو مشتغل بذكر الله تعالى. هنا الرؤية بتدل على إن هو عنده أعداء كتيرة جدا وبتحاول تركز معاه، فمش هيعرفوا ينالوا منهم مرادهم. لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وإن رأى كأن شهابا ثاقبا يتبع شيطانا دلت رؤياه على صحة دينه. صدق الله العظيم. واللي بيشوف الشيطان في المنام وهو بيشوفه يكون خايف، بتدل الرؤية دي على بتعبر الرؤية دي على إنه الشخص ده مخلص لدينه وآمن من خوفه وهو فيه، بدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللي بيشوف الشيطان فرحا مسرورا، يبقى كده هو كده منشغل بالشهوات. ومن رأى كأن الشيطان نزع لباسه، يبقى كده الرؤية دي بتدل ان هو هيتعزل من ولايته اذا كان وليا، او اصيب بضيعة، ده اذا كان هو صاحب ضيعة. لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني ادم لا يفتتنكم الشيطان. صدق الله العظيم. واللي بيشوف في المنام ان الشيطان بيعلمه كلام، معنى ذلك انه بيتكلم بكلام مفتعل، او بيكيد الناس، او بينشر الكذب على الناس. واللي بيشوف في المنام ان هو قتل ابليس، فكده هو بيمكر بمكر وخداع، وبيكون حريص مكابر لا يبالي ولا يفترس. والشيطان فرع وشطط وشهوة. واللي بيشوف في المنام ان الشيطان بيتخبطه، فهو كده بيدل ان هو الشخص ده بياكل بالربا. واللي بيشوف كمان ان الشيطان بيتبعه، يعرف كده ان في حد ماشي وراه وعايز يسحبه للحرام. واللي بيشوف كمان في المنام ان هو بيناجي الشيطان، معنى ذلك ان هو بينادي راجل من اعدائه. واللي بيشوف في المنام ان الشيطان نزل عليه، فانه ينال افكا واسما. واللي بيشوف في المنام ان هو بيترأس على الشياطين وهم له مطيعون، نال رئاسة وشرفا وهيبة وجاها. واللي بيشوف ان هو في المنام ان هو قيدا للشياطين، نال نصرا وقوة. واللي بيشوف في المنام ان هو بيعادي الشياطين، انه رجل مؤمن صادق
مطيع لله سبحانه وتعالى. واللي بيشوف الشيطان فرح مسرورا دايما بيشتغل بالشهوات. وربما بتدل رؤية الشيطان على الجواسيس ومستلقي السمع، او دلت على الهمز واللمس. واللي بيشوف نفسه صار شيطانا عبثا في الناس وابتدى يأذيهم. يقول ابن غنام: الشيطان في الرؤيا عدو ضعيف، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إن كيد الشيطان كان ضعيف. صدق الله العظيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. اللي بيشوف ان هو اتخذ الشيطان عدوا يبقى هو صاحب دين وإيمان. واللي بيشوف ان الشيطان مسه معنى ذلك في الحلم ان في عدو بيقذف زوجته. وقد كان الشيطان قذف زوجة أيوب عليه السلام. ولو حد شاف في المنام ان هو مسه طائف من الشيطان وهو يذكر الله، فكده بيكون ليه أعداء كتير جدا ولا يستطيعون عليه، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. وبعد ما عرضنا رؤية الشيطان في مواقف كتيرة جدا في المنام، ورؤية الشيطان في الملوك وفي البيت وفي داخلة البيت وفي كل الكلام ده، نقدر في الآخر نقول الله أعلى وأعلم بده. كل اللي نقدر نقوله إن احنا نلتزم بالتقرب إلى الله وبالصلاة وبالقرآن وأذكار الصباح والمساء عشان ربنا يحفظنا. ولو أول مرة بتشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، واعمل شير وانتظروني في الحدث.